طالوت أو أمنحتب الأول في الحضارة المصرية القديمة. اتكلمنا على إن سيدنا يوسف عليه السلام مثبت وجوده في الحضارة المصرية القديمة باسم إمحتب أو إمنحتب، وهو كان كبير وزراء الملك زوسر في عصر الأسرة الثالثة المصرية القديمة، وإن بطريقة أو بأخرى تم التعتيم وطمس آثار إمحتب اللي هو كان أول طبيب وأول مهندس وكان على علم بالفلك والفيزياء والكيمياء. تم طمس آثاره لدرجة أن البردية الطبية اللي هي الوثيقة الطبية الخاصة بإمحتب مش أصلية. الوثيقة دي احنا عرفناها نتيجة نقل الأسرة 18 للوثيقة دي اللي هي بيقال عنها انها اسمها وثيقة او بردية ادوين سميث. فتم التعتيم بشكل متعمد على اثار امحتب، حتى تمثال امحتب الموجود ده مش تمثاله الاصلي ولا دي شكله الاصلي، عشان بيقولوا ان هو مش شكله مش شكل سيدنا يوسف، كان هو كان جميل. تمثال امحتب الموجود ده ملوش علاقة بصورة امحتب الاصلية، لان ده برضو معمول بعد عصور كتيرة جدا من عصر امحتب. طب ايه علاقة الاسرة ال18 اللي منها طالوت اللي هو امنحتب الاول بالأسرة الثالثة هي منها إمحتب أو سيدنا يوسف عليه السلام؟ احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما ذكر في كتابه الكريم جعل الملك والحكم والنبوة في آل إبراهيم وآل يعقوب، عشان كده اليهود حسدوهم لأنه كانوا عايزين الملك والحكم والنبوة يكونوا فيهم، لكن ربنا ما عملش كده. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وإن بني إسرائيل ما بينتموش أصلا ولا لهم علاقة ولا صلة بآل إبراهيم وآل يعقوب، وإن هم نسبوا نفسهم زورا ليعقوب عليه السلام تحقيقا لنبوءة هم كانوا عارفينها من قبل الطوفان، لأن هم كانوا محمولين مع سيدنا نوح عليه السلام، ذرية منهم كانت محمولة مع سيدنا نوح عليه السلام في السفينة، وكان عندهم علم بالنبوءة إن هيكون في حد اسمه يكون ليه 12 ابن وهيكون فيهم حكم الأرض. فلما جه سيدنا يعقوب عليه السلام بعد الطوفان وكان اسمه في الحضارة المصرية القديمة أو ملقب بكا نفر، وكان عنده 12 ابن، فهم عشان كده لزقوا نفسهم لسيدنا يعقوب عليه السلام ونسبوا نفسهم ليه ووروا وغيروا الأنساب. والأسباط أو أسباط سيدنا يعقوب عليه السلام لا علاقة لهم بأسباط بني إسرائيل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وقطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني هم ربنا سبحانه وتعالى قطعهم بعد سيدنا موسى عليه السلام اللي هو كان بعد سيدنا يوسف عليه السلام بكثير. بعد 1000 عام من سيدنا يوسف عليه السلام أو إمحتب اللي كان موجود في الأسرة الثالثة يجي مين؟ يجي طالوت اللي هو أمنحتب الأول. خدوا بالكم من التشابه في الألقاب، إمحتب أو إمنحتب اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام يجي بعديه ب1000 عام واحد واخد نفس الاسم بس متحط عليه رقم واحد تمييزا ليه عن إمحتب. والموضوع ده ليه دلالة كبيرة جدا ان هم في الحضارة المصرية القديمة كانوا بيرقموا اسماء الملوك علشان يميزوا كل ملك عن اللي قبله. اذا امنحتب الاول ده كان من نسل امحتب اللي هم اصلا من نسل آمن اللي هو ابن سيدنا نوح عليه السلام، هو جاء منه نسل المصريين بعد الطوفان. فآمن اشتق منه بعد كده اسماء بعض ملوك اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم الملك والنبوة زي امحتب او امنحتب اللي هو سيدنا يوسف عليه السلام، وبعده ب1000 عام يجي امنحتب الاول اللي هو طالوت عليه السلام، وبعدهم يجي امنحتب الرابع اللي هو اخناتون او عمران، وهم آل عمران مثبت وجودهم في الحضارة المصرية القديمة. تشابه الاسماء وتشابه الالقاب ده مش حاجة كده بنمر عليها مرور الكرام، الحاجة ليها دلالات مهمة جدا. كان لازم بس اقول المقدمة دي عشان ربط الامور ببعضها. ايه بقى علاقة الاسرة 18 اللي منها طالوت اللي هو امنحتب الاول بالاسرة الثالثة اللي منها امحتب او سيدنا يوسف عليه السلام؟ الاسرة 18 تحديدا اعتبرت امحتب على رأس اهل الحكمة والعلوم، وهي اول اسرة تضيف نصوص على جدران المجموعة الجنائزية للملك زوسر. الملك زوسر اللي هو موجود في الأسرة الثالثة اللي هو الملك اللي كان موجود على أيام سيدنا يوسف عليه السلام. فإيه الترابط الغريب ده؟ وكأن الفترة دي كلها تم نسيان أو تم إهمال أو تم سرقة العلوم الخاصة بإمحتب. جاء النسل اللي بينتمي ليه بعدها بفترة وابتدى ان هو يطلع بقى العلوم بتاعته، وابتدى ان هو يذكره تاني ويرجعه تاني للتاريخ. حتى جثمان امحتب لا وجود له ولا توجد مقبرة لامحتب، زي ما مفيش كده مقبرة لسيدنا يوسف عليه السلام ولا يعلم اين دفن. فانتقل الملك في ذرية يعقوب اللي هم آل يعقوب اللي هم بقى يوسف واخوته، واول واحد هنتكلم عنه هو طالوت او امنحتب الاول اللي هو بينتسب الى امحتب اللي هو يوسف عليه السلام. قصة طالوت بتبتدي في القرآن الكريم في الآيات المذكورة في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نتوقف بس عند الآية دي الأول، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الآية هنا الاستدلال بتاعها بيقول إن الموضوع ده أو الموقف ده حصل بعد سيدنا موسى عليه السلام بعد وفاته بفترة وجيزة، مش بفترة كبيرة. ليه بقى؟ لأن طبعا اليهود ادعوا كعادتهم وزيفوا وقالوا إن الفترة ما بين موسى عليه السلام بعد موته يعني وما بين سيدنا داوود وسليمان حوالي 480 سنة. تخيلوا، في حين ان رقم 480 ده هو رقم بني إسرائيل أو عدد بني إسرائيل اللي خرجوا مع سيدنا موسى عليه السلام وعبر بيهم البحر. هم خدوا عدد الذين خرجوا من بني إسرائيل وحطوهم كأنهم سنين، تزييف شيطاني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. هنتوقف برضو عند الآية دي. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم وليس منكم. إذا طالوت ما كانش من بني إسرائيل، هو كان بس مرسل إليهم. سيدنا عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ورسولا إلى بني إسرائيل، لكن ليس منهم، علشان المعاني تتفهم صح. هل بقى بنو إسرائيل قبلوا حكم طالوت أو امنحتوا بالأول عليهم؟ وده أكبر دليل إن هو مش منهم، لأن هم قالوا إيه؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هم شايفين إن هم أحق منه عشان هو مش منهم، لو هو كان منهم قبلوا بيه، لأن هم دايما عايزين الملك والحكم والنبوة يكون فيهم هم، ومش بيقبلوا إن الملك والحكم والنبوة يكون في حد تاني. فهمتم بقى هم ليه زيفوا نسبهم ونسبوا نفسهم ليعقوب عليه السلام؟ غيرة وحسدا وتزييفا وطمس النسب أبيهم الأول اللي هو القاتل. طالوت أو أمنحتب الأول كان مصريا وكان من نسل يوسف عليه السلام اللي هو امحتب. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى عرفهم آية ملكه عليهم اللي هي تابوت السكينة أو التابوت اللي فيه إيه؟ يقال إن كان فيه عصا موسى عليه السلام والألواح اللي نزلت على سيدنا موسى عليه السلام، هي فيها التوراة الأصلية وأشياء أخرى تخص سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون. مفارقة بقى هنا، في التوراة عندهم طالوت اسمه شاؤول، وإن شاؤول عندهم حكم مع داود عليه السلام 20 عاما الحكم بالمشاركة، يعني الاتنين كانوا بيحكموا في نفس الوقت. مثبت أثريا في الحضارة المصرية القديمة إن أمنحتب الأول حكم بالمشاركة مع تحتمس الأول، ومدة حكمهم برضو كانت 20 عاما. القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فتطابق الرواية القرآنية مع الرواية الأثرية تطابق لا يدع مجالا للشك إن طالوت وداود هما أمنحتب الأول وتحتمس الأول مثبتين في الحضارة المصرية القديمة. تحتمس الأول اللي هو سيدنا داود عليه السلام هو من نسل آل يعقوب وهو من نسل حسي رع اللي هو الأخ الآخر ليوسف. وتحتمس الأول أو داود عليه السلام كان بيحكم بالمشاركة مع طالوت اللي هو أمنحتب الأول وحكموا مع بعض لمدة 20 عام. بس تحتمس الأول اللي هو داود عليه السلام كان بيحكم النوبة وممسكش حكم مصر كلها إلا بعد وفاة طالوت، ووحد بلاد النوبة مع مصر كلها لما مسك الحكم. من هنا بتبدأ مملكة داوود سليمان العظمى اللي استمرت لحوالي 500 عام، حكمت مشارق الأرض ومغاربها. قصة تولي داوود أو تحتمس الأول للحكم كان بعد قتله لجالوت، وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في بداية الآيات؟ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كان في فئة من بني إسرائيل موجودة في جيش طالوت،
كالعادة هما ما بيرضخوش للكلام أو الأوامر اللي بتجيلهم من الأنبياء والرسل، فلما نهاهم سيدنا طالوت عليه السلام عن الشرب من ماء النهر، إيه اللي عملوه؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، وساعتها تفرقوا خوفا من بطش جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهم كالعادة بنو إسرائيل جبناء، زي ما قالوا كده لسيدنا موسى عليه السلام إيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فهي دي عادتهم. لكن اللي وقف بقى وتصدى لجالوت وقام بقتله كان مين؟ كان واحد من المصريين اللي هو سيدنا داود عليه السلام أو تحتمس الأول، وقتل جالوت. فساعتها طالوت وفى بوعده معاه، لان طالوت كان قال اللي هيقتل جالوت انا هديله جزء من الملك بتاعي، ووفى بوعده ليه وملكه النوبه. وهو ده نفس المتوافق مع المثبت اثريا في الحضاره المصريه القديمه، ان امنحتب الاول كان متشارك الحكم مع تحتمس الاول، وان تحتمس الاول كان ماسك بلاد النوبه، وانه ما مسكش حكم مصر كلها الا بعد وفاه امنحتب الاول اللي هو طالوت عليه السلام. لما نقول ان داوود وسليمان عليهما السلام كانا مصريين وما كانوش من بني اسرائيل، تيجوا بقى تشوفوا التوراه قايله عن داوود عليه السلام ايه. افتروا وتجنوا على سيدنا داوود عليه السلام واتهموه بالزنا مع زوجة قائد جيشه وجعلوه مختلا، وادعوا ان مزامير داوود دي كانت حاجه تشبه الاغاني كده، وقالوا على داوود عليه السلام بالافتراء ان هو كان مجرم وسفاح، وان هو هجم على شعب العمونيين اللي هم بالأردن يعني، وإن هو نشرهم بالمناشير. كل ده يا جماعة بيدل على إنه داوود وسليمان عليهما السلام لم يكونا منهم أصلا. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.